السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سريعا كده عشان ما نطولش عليكم، الزمالك هيشارك في البطولة العربية اللي هي تحت مسمى كأس الملك سلمان اللي هتبقى في السعودية. طبعا عملوا القرعة في السعودية امبارح، وطلع ان الزمالك وقع في مجموعة النصر السعودي الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي كل الناس عارفاه. والزمالك والنصر هيبقوا في مجموعة واحدة. كل مجموعة هتبقى فيها 4 فرق، الزمالك والنصر. الزمالك والنصر مش هيلعبوا الدور التمهيدي. الفرقة اللي هتلعب الدور التمهيدي هيطلع منها بقية المجموعة 4 فرق. فاضل كده الزمالك والنصر مجموعة، هيتفضل لهم فرقتين. الفرقتين دول هيطلعوا من الدور التمهيدي. في فرقة هتطلع، فرقة من 4 فرق هيطلعوا واحدة منهم اللي هو المريخ السوداني وتشرين السوري، والشباب السعودي القوة الجوية العراقية هيقابلوا بعض، هيصفوا على فريق واحد هينضم للمجموعة بتاعت الزمالك والنصر. وبرضه في 4 فرق تانيين هيقابلوا بعض، هتصفوا برضه على فريق واحد هينضم للمجموعة بتاعت الزمالك عشان يكملوا ال4 فرق. وطبعا المجموعة التانية اللي هم هيصفوا اللي هو هيبقى منهم فريق فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحراني والسيب العماني او السيب العماني. ثم ال4 فرق هيصفوا على فريق واحد هينضم للمجموعة الثالثة اللي هي فيها النصر السعودي والزمالك لغاية لما يكملوا 4 فرق. الزمالك طبعا أول ماتش لنادي الزمالك هيبقى مع المجموعة اللي هيصعد من المجموعة الثانية، يعني اللي هم في الدور التمهيدي ال4 فرق اللي هم بيقابلوا بعض، اللي هم المجموعة الثانية اللي هو فيها الفحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحراني والسيب العماني. دوم اللي هيصعد منهم هو اللي هيبقى أول مباراة ليه مع الزمالك في المجموعة الثالثة. أما بالنسبة للنصر هيقابل برضو الفائز من الدور التمهيدي من المجموعة برضو اللي فيها 4 فرق برضو، اللي هي المريخ السوداني وتشرين السوري والشباب السعودي والقوة الجوية العراقية. دوم النصر هيقابل أول واحد منهم هيصعد، اللي هيصفي فيهم هيقابل النصر. هيبقى كده ال4 فرق. الزمالك تاني ماتش هيقابل الفريق اللي هيقابل النصر السعودي اللي هو في المباراة الأولانية، هو الزمالك هيقابله. أما الماتش الثالث الزمالك هيقابل النصر السعودي، هتبقى مواجهة قوية. طبعا هيبقى موجود النجم الكبير كريستيانو رونالدو. هتصفي المجموعة بتاعت الزمالك دي المجموعة الثالثة هتصفي على فرقتين أول وتاني، هيصعدوا أول وتاني. الأول والتاني هيقابلوا المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة في الدور الربع النهائي هيقابل بقى اللي هو فيها مين، الرجاء المغربي وشباب بلوزداد. برضو في فرقتين تاني هيطلعوا برضو من الدور التمهيدي هينضموا للمجموعة الرابعة دي. هيبقى فرقتين برضو هيصفوا، هيطلع منها أول وتاني، هيقابلوا الأول والتاني من مجموعة الزمالك النصر السعودي. فدي نسخة جديدة تحت مسمى كأس الملك سلمان. ومكافآت النهائي، يعني اللي هيفوز بهذا اللقب هياخد 10 مليون دولار. كل التوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله حظ موفق لكل الفرق العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.